هو قبل ضربة الجزاء لفريق نادي الزمالك كان في التحام في نص الملعب، وهنشوف مع بعض الالتحام ده مفيش ليه إعادة. لكن لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي في تدخل بقوة من لعيب نادي الزمالك على لعيب البنك الأهلي، وبعد كده اللاعب وقع وما كملش الهجمة. أول حاجة هنشوفها مع بعض هنا فاول على لعيب البنك الأهلي. نشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا كان لاعب الزمالك بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض كده هتلاقي الكره جايه في كتف لعيب البنك الاهلي، وطبعا هنا مفيش ضربه جزاء وقرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا فاول على لاعب الزمالك. نشوف مع بعض كده هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب البنك الاهلي، وطبعا هنا استخدام اليد موجود والشد موجود، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا برضو فاول على لعيب الزمالك. نشوف مع بعض هنا هتلاقي برضو اللاعب بيستخدم اليد وبيشد لعيب البنك الاهلي بنفس الطريقه الحلقه اللي قبليها. طب هنا كان لازم الحكم يديله انذار، لان هو الحكم وهي المباراه. اللي هنا حسب انذار كان لازم يدي برضو هنا انذار على لعيب الزمالك. نروح للحلقه اللي بعديها. هنا فاول على لعيب البنك الاهلي. نشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم، طبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح بقى للحاله المهمه جدا، وهو قبل ضربه الجزاء لفريق نادي الزمالك كان في التحام في نص الملعب، وهنشوف مع بعض الالتحام ده مفيش ليه اعاده. لكن لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي في تدخل بقوه من لعيب نادي الزمالك على لعيب البنك الاهلي، وبعد كده اللاعب وقع وما كملش الهجمه. طيب الحاله دي هنرجع لها تاني، بس خلينا نكمل الهجمه وهوريك ان الكره بقت مع لعيب الزمالك ولعيب البنك الاهلي ما قطعش الكره خالص. لكن هنا هنرجع لها تاني علشان في حاجه مهمه جدا هوضحها لك. اول حاجه طبعا خلاص شفنا ان في التحام ومفيش اعاده، والفار كمان ما راجعش اللقطه ديت. نشوف بقى تكمله اللعبه. طبعا اهي لعيب نادي الزمالك كمل لحد ما راحت للمهاجم وحصل الالتحام. اول حاجه ان هتلاقي برضو لعيب نادي الزمالك بيستخدم اليد مع لاعب البنك الاهلي. انا مش هقول لك ان مفيش ضربه جزاء او في، بس انا بتكلم في نقطه معينه. هنا في استخدام باليد من لاعب الزمالك. كلنا شفنا يد لعيب البنك الاهلي، لكن محدش شاف يد لعيب نادي الزمالك زي ما احنا شايفين مع بعض. هنا اللاعب بيستخدم اليد، يعني القانون بيقول لك طالما الاثنين لعيبه بيعملوا نفس المخالفه ما بيتحسبش على لاعب فيهم المخالفه. طالما الاثنين لعيبه بيستخدموا اليد زي ما احنا شايفين مع بعض ما بيتحسبش المخالفه. ده القانون مش كلامي. لكن تعالى بقى نرجع للقطه بتاعت نص الملعب. هنا الالتحام موجود زي ما احنا شايفين مع بعض. في واحد بقى ممكن يقول لك ايه يا عم التحام ايه، ما هو لعيب نادي الزمالك نجح ان هو يلعب الكره والكره معاه. هقول لك ماشي، في حاله بعديها لعيب البنك الاهلي نجح ان هو يلعب الكره زي ما احنا شايفين مع بعض، وهو الحكم وهي المباراه، لكن حسب هنا فاول على لعيب البنك الاهلي علشان التدخل بقوه. فهمت بقى؟ هنا في تدخل بقوه على لعيب الزمالك مع ان لعيب البنك الاهلي نجح ان هو يلعب الكره. طب ما هنا لعيب نادي الزمالك نجح ان هو يلعب الكوره، وهنا الزمالك برضو نجح يلعب الكوره. كنت زي ما هنا حسبت فاول كنت تحسب دي برضو فاول. علشان كده حبينا نوضح النقطه المهمه قوي ديت. نروح للحلقه اللي بعديها، والحلقه دي برضو اغرب من اللي قبليها، وهو طرد لعيب البنك الاهلي. اول حاجه ان هل في التحام ولا مفيش؟ في التحام. طيب زي ما احنا شايفين مع بعض ادي الالتحام موجود، يبقى هنا مفيش تحايل. يعني هنا لعيب البنك الاهلي ما عندوش التحايل لان الالتحام موجود. ادي القدم بتاعت لعيب نادي الزمالك ممدوده وحصل الالتحام. ممكن هنا الحكم يشوف ان لعيب الزمالك لعب الكره. هو ماشي يا عم لعب الكره بس ما فيش تمثيل. يعني انت لو مش هتحسب ضربه جزاء ما ينفعش تحسب ان اللاعب بيمثل، لان الالتحام موجود زي ما احنا شايفين مع بعض. فانا مش فاهم الصراحه يعني هو ازاي شاف ان اللاعب ما فيش اي التحام مع لعيب البنك الاهلي وشافه ان هو بيمثل، مع ان الكره واضحه جدا ان في التحام زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا هنا الفار لا يمكن يجي يقول له تعالى ده فيه التحام او في احتماليه يبقى في ضربه جزاء، حتى كان ممكن يرجع في قراره وما يطردش اللاعب. لكن طبعا قرار غريب جدا من الحكم. نروح للحلقه اللي بعديها، وهو الهدف الثاني لفريق نادي الزمالك اللي اتلغى بدايه التسلل. ادي لحظه لعب الكوره، هنلاقي اللاعب اللي انا معلم عليه في وضع التسلل، وده خط الفار اللي اكد ان اللاعب في وضع التسلل. طبعا هنا الغاء الهدف قرار سليم.